مشاهدينا ومواكبة للحدث انتقل وإياكم مباشرة إلى قاعة حرش حسان بالعاصمة، والتي شهدت في هذه الأثناء تتويج المنتخب الوطني سيدات لكرة الطائرة بلقب البطولة العربية على حساب المنتخب التونسي. وأربط الاتصال بموفد قناة البلاد إلى قاعة حرش حسان الزميل محمد خمالي المتواجد في هذه الأثناء بعين المكان. محمد خمالي، مساء الخير، أهلا بك وأهلا بضيفك الكريم. جديد ومستجدات تتويج المنتخب الوطني لكرة الطائرة سيدات بهذا اللقب، تفضل محمد. أهلا بك زميلي بدر الدين، وأهلا بمشاهدينا بقناة البلاد. بطبيعة الحال نحن متواجدون هنا بقاعة حرش حسان بالعاصمة. شهدنا تتويج المنتخب الوطني لكرة الطائرة بالميدالية الذهبية بعد فوزه على المنتخب التونسي في 3 أشواط مقابل لا شيء. طبعا بعد 5 مباريات كاملة في 4 مباريات في الدور الأول التي فاز بكل مبارياتها طبعا، بالإضافة إلى الدور النصف النهائي. ها أنا ذا يفوز على المنتخب التونسي في الدور النهائي 25-23 25-23 25-23 عفوا. إذن زميلي بدر الدين، نحن متواجدون بقاعة حرش حسان، ومعي سيد عادل سمع الله المدرب الوطني السابق للحديث أكثر عن مشوار المنتخب الوطني في هذه الدورة. السلام عليكم. نشكر اولا هانئا للفريق السيدات على التتويج هذايا. بصفه عامه كانت البطوله نوعا ما متوسطه، الا ان الاهداف اللي سطروا الناخب الوطني هو كان ناقص السيدات هذوما، كان ناقصهم المنافسات. الحمد لله كانت 5 على 5. شفنا المستوى متواضع شويه على باس، بصح هو قلنا الهدف الاولاني هو اللاعبات لازم لهم مباريات، وهذو المباريات هما لازم لهم شويه احتكاك هو باش يطلع المستوى تاعهم. الحمد لله هنا المستوى يقدر يقيموا دوكا مع نهايه المنافسه، يقدر الناخب الوطني يقدر يقيم المستوى الحقيقي للاعبات تاعهم، هل يزيد ولا ينقص لاعبات ولا يغير. هذا يكون عنده الشرف هو باش يقوم بهذه المهمه. واش كان شاهدنا بأن المنتخب الوطني لكرة الطائرة من ضمن الرياضات الجماعية، والمنتخب الوحيد اللي حاز على الميدالية الذهبية بالمقارنة مع المنتخب كرة اليد مع كرة القدم. يعني كيفاش تشوف هذا؟ الحقيقة هي دوك حنا كل واحد عنده نظرة خاصة، كل فيدرالية عندها أهداف تسطرها. كل احنا نقولوا كل رياضة عندهم ناس يفكروا الاهداف تاعهم. واش عندنا مثلا دوك حنا كيما هذه البطوله العربيه على شهر السيدات سوف ياخذنا مباريات البطوله الافريقيه التي ستقام في الكاميرون. عندهم تربص في الخارج، عندها هذه المنافسات ديجا راح يقيم اللاعبات تاعو ويزيد يدير تربصين ولا 3 باش يروح للبطوله الافريقيه، يروح بوجه نظن يروح بوجه مشرف. على بها الناخب الوطني هذه المنافسه سمحت لنا باش نقيموا روحنا وتكون عندنا نظره سورتو للنخبه الوطنيه تاعنا بما يخص السيدات، وكذلك بالذكور. كاين بطوله افريقيه اللي راهي ستقام في مصر في شهر سبتمبر القادم هذايا. الناخب الوطني كذلك عليه هو واش يدير المنافسات هذوما اللي في نفس السياق. قام خمس مباريات، غير اللاعبين، غير هو لازم له كيفاش يقيم اللاعبين تاعو، يقوم بالتغيير بصفه خاصه وبصفه عامه، ومن بعد كيشوف يدير حوصله مع نهايه المنافسه، يقوم يزيد له مازال له عنده كان تربصين ولا 3، يزيد يعمل باش احنا نقولوا لي داني روتوش باش يكون ان شاء الله واجد في البطوله الافريقيه. بالتوفيق ان شاء الله. زميلي بدر الدين، إذن دورة الألعاب العربية محمد. هي محطة تحضيرية
نعم محمد، نعم استغل فقط الفرصة مع ضيفك الكريم السيد عادل سمع الله من أجل الحديث عن مباراة المنتخب الوطني رجال، والذي ينتظره نهائي آخر أمام المنتخب الليبي بعد حوالي ساعة والربع من الآن. كيف يرى حظوظ المنتخب الوطني للرجال في هذا النهائي الذي سيلعب بعد حوالي ساعة وربع من الآن؟ طبعا زميلي بدر الدين يتساءل كيف هي حظوظ منتخب الرجال في مواجهته للمنتخب الليبي. يعني والله شخصيا انا شفت المباراه اللي قام الفريق اللي انا بصفتي نقول لك قنعني شويه، هو فريق الليبي. عنده فريق شاب. عندنا شويه معلومات، عندهم تقريبا سنتين ما كانش عندهم الحظ يقوموا بمباريات. جاوا في هذه الدوره حصل لهم الشرف، جاوا الدوره هذه. انا المنتخب اللي قنعني والمنتخب الليبي على كل حال. انا متحمسين شويه لانه المباراه تكون شويه صعيبه، نظرا للمباراه التاهيليه. هذه كانت شويه اعطتنا ديجا نظره عليهم، بصح انا بصفتي كتقني نقول باللي المباراه تكون شويه صعيبه وعندها طابع خاص، طابع واحد اخر. معناتها المقابله اللي صرات وربع فزنا عليهم 3-0، هذيك لازم نحطوها على اليسار ولا على اليمين. ماهوش معيار. المنافسه كي تكون في الادوار الاولانيه ماهيش معيار. نعطيكم برك نظره. كان المنتخب الوطني الشاطئي 4-4 لعب مع الفريق التونسي، فاز عليه في الدور التاهيلي، طاح معاه في النصف النهائي، طاح معاه في النصف النهائي. الفريق التونسي فاز على المنتخب الجزائري. شكرا، بالتوفيق ان شاء الله لفريقنا. شكرا. إذا زميلي بدر الدين، هذه هي المنتخب الوطني سيواجه نظيره الليبي بعد ساعة وربع من الآن إن شاء الله. مواجهة لن تكون سهلة بطبيعة الحال. إليك الخط. نعم محمد، شكرا جزيلا لك.